السكارى هو الخصم ديالنا اللي غادي نلعبوا معاه في المباراه الثانيه من مجموعتنا في كاس الاتحاد الافريقي، من بعد ما لعبنا في الجوله الاولى في مصر مع بيراميدز المصري واللي انتهت 2-2. في هذه المباراه غادي نستقبلوا في ملعب مركب الامير مولاي عبد الله او بما يسمى بالكوشمار. غادي نستقبلوا فريق السكارى من دوله الطوغو. السكارى تاسس سنه 1974 وكيلعب في الاتحاد الطوغولي لكره القدم. تاسس اتحاد الطوغو لكره القدم عام 1960 ميلاديه، وانضم للاتحاد الدولي لكره القدم في عام 1962 ميلادي، وكذلك انضم الى الاتحاد الافريقي لكره القدم في 1963. هذا الاتحاد كيلعبوا فيه 16 فريق، واكثر فريق معروف فيه واللي خدا اكثر واكبر عدد من الالقاب المحليه هو نادي اسيسي ماسي. البطل الاخير ديال الدوري الطوغولي هو نادي نوتسي. الفريق ديالنا الاخوان هو فريق اسكوكارا واللي كيمثل مدينه كارا. كارا هي مدينه في الطوغو واللي معروفه، او نقدروا نقولوا من بين 5 مدن في الطوغو اللي معروفين. كيبلغ العدد السكان ديالها ما بين 10 حتى ل 11 مليون نسمه. المدينه جات في وسط البلاد وبعيده حوالي 400 كيلومتر من العاصمه لومي. المباراة الاخوان ما غاديش تكون سهله وغادي تكون صعيبه، بالخصوص ان فريق الطوغولي حتى هو تعادل مع الفريق فيوتشر المصري في الجوله الاولى من كاس الاتحاد الافريقي. الفرق بربعه عندهم نقطه لكل فريق، اي بمعنى المباراتين بجوج انتهوا بالتعادل وكان تعادل ايجابي. مباراه الاحد 19 فبراير 2023 غادي تنطلق مع 8 بتوقيت المملكه المغربيه الشريفه، وغادي يطلق الصافره ديالها الحكم الغابوني بيير اتشوغيلان. كيتعتبر الحكم الغابوني من بين الحكام الافارقه اللي تعرفات السميه ديالهم اكثر في الاونه الاخيره. هذا الحكم تم التعيين ديالو بزاف ديال المباريات المهمه داخل الاتحاد الافريقي، واخر مباراه كانت نهائي كاس الامم الافريقيه للمحليين. كنتمنى من اللاعبين ديالنا انهم يستغلوا عامل الارهاق بالضبط للفريق الخصم، بالخصوص ان الفريق الطوغولي غادي يتوقف مناسبتين قبل ما يوصل للمغرب، حيت من الطوغو غادي يمشيو لابيجون، من ابيجون غيمشيو لدكار، عاد غيكملوا الرحله ديالهم نيشان للدار البيضاء. رغم ان العلاقات جد قويه بين البلدين الا ان ما عرفتش علاش ما كاينينش رحلات مباشره ما بين البلدين، هذا موضوع اخر. في الاخير الاخوان كنبغي نقول باللي خاصنا نكونوا من بدايه اللقاء للنهايه ديالو بصوت واحد بنظام وانتظام. العائله الاخوان غادي تجمع مره اخرى، رجاء نحافظوا على الملعب، نحترموا رجال السلطه، نعاونوهم ونعاونوا جمعيه جمهور العاصمه اللي كتقوم بدور كبير، ونتبعوا الارشادات ديالهم. الفريق محتاج لنا اكثر من اي وقت مضى. اخوان بصوت واحد بنظام وانتظام، عاش الزعيم ولا عاش من خانه. مربوحه ان شاء الله باذن الله. تحياتي لكم الاخوان.